السلام عليكم، ازيكم؟ انا ندى، وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الفيديو اللي اتطلب مني، وانا فعلا بذلت فيه مجهود كويس جدا. فحابه ان الفيديو ده بصوا تجيبوا حاجه تشربوها كده وتسيبوني براحتي. لو عايز اعمل الفيديو ساعه بحالها اعمله حقي. الفيديو ده باذن الله هيكون خطه كامله متكامله من جميع النقاط، وهنتكلم في النقاط بتاعه الفيديو دلوقتي عن ازاي تذاكر لثانويه عامه بنفسك من مصادر كلها مجانيه، بتعتمد على اليوتيوب، بتعتمد على مجهودك انت وعلى نفسك انت. فيلا بينا مع بعض. تعالوا دلوقتي هنتكلم في البوينتس اللي هنتكلم فيها في فيديو النهارده. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن المدرسين، بعدين المصادر بتاعه المذاكره اللي انت المفروض تقدر تستخدمها، وجدول المذاكره، لان حاجه زي دي انت تقريبا او مش تقريبا، انت هتعتمد على نفسك بالكامل فيها، فلازم يكون عندك جدول ثابت. هقول لكم بس الكونسبت اللي لازم تمشوا بيه وانتوا بتبنوا الجدول بتاعكم، لكن كده مفيش حاجه اسمها جدول مذاكره ثابت كل الناس تقدر تمشي عليه. انت اللي بتعمل جدول المذاكره بتاعك لنفسك. الاسئله، لو انت عندك اسئله تقدر تبعتها لمين، لان انت دلوقتي هتبقى انت اللي بتتابع نفسك. فافرض في حاجه ما فهمتهاش، افرض في اسئله وقفت معاك، ازاي تقدر توصل لطريقه ان انت تجاوب على الاسئله دي. هنتكلم برده في بوينت هي نقطه المراجعات، وحاجه كده نصيحه هقول لكم عليها، وبعد كده في الاخر برضه هنقول شويه نوتس ونصايح تفيدكم في الموضوع ده غير اصلا موضوع المذاكره اونلاين اللي هنعمل له فيديو لوحده، هيكون في برضه نصايح هتفيدكم اكتر. فالفيديو ده يعني مرتبط بفيديوهات تانية اصلا هقولها على مدار الفيديو، تقدروا لازم تسمعوها اصلا عشان تكمل الصوره. يعني كل حاجه وليها جزء معين معمول لها عشان الفيديو ما يطولش قوي. زي مثلا حته الكتب، انا هقول لك دلوقتي ازاي مثلا تجيب الكتب او ايه هي المصادر اللي المفروض تحل منها، بس عشان مثلا اقول لك في كل ماده هتحل كتاب ايه، الكلام ده انا عامله له فيديو مخصوص اصلا، هتلاقيه يا اما نزل يا اما هينزل بعد ده على طول بجد يعني. فالفيديوهات مرتبطه، في فيديوهات مرتبطه ببعضها، وان شاء الله يعني معظم الفيديوهات اللي هتنزل الفتره دي او هتنزل على القناه عموما ان شاء الله هتفيدكم كلكم، وهيكون فيها حاجات مرتبطه ببعضها، فيا ريت تشوفوها ورا بعض. فتعالوا دلوقتي نتكلم عن المدرسين اللي هم منزلين حاجات كامله، بلاي ليستات كامله. اول حاجه هنتكلم في النحو. مستر محمد صلاح منزل تقريبا ممكن نقول 90% من منهج النحو بتاعنا على اليوتيوب، منزلهم اصلا في بلاي ليست اسمها تعلم كيفيه الاعراب او حاجه زي كده. انا كل ده انا بحثت يا جماعه عن المصادر دي، ومتاكده ان المحتوى ده موجود في البلاي ليست بتاعت مستر محمد صلاح دي. انتوا بس لو دخلتوا على الشانل عنده ورحتوا على البلاي ليست اللي هي الجزء بتاع المكتوب فيه بلاي ليست او قوائم التشغيل، هتلاقوا اللي انا بقول عليه ده موجود. مستر رضا الفاروق برده منزل على الشانل بتاعته شويه فيديوهات شرح كده، بس انا مستر رضا الفاروق اصلا شايفه ان المراجعات بتاعته اللي هي كان منزلها، اللي هي مثلا بيبقى مراجعات ليالي الامتحان والحاجات دي، اللي هي شرح مثلا منهج النحو كامل في فيديو، مثلا تلاقيه داخله في 6 7 8 10 ساعات بقى. فيديوهات مستر رضا الفاروق انا شايفه ان هي ينفع تتسمع كشرح اول مره، لان هو بجد بيشرح بالتفصيل قوي، هو شخص دقيق قوي. حاجات تانية لا، مش هقول لك تسمع المراجعات دي ممكن تسمعها وانت بتراجع على الفصل بعد ما تكون سمعت الشرح الاساسي، بس انت بقى عايز تشوف طريقه المدرس ده وعايز تاخد منه الزبده كده زي ما بنقول، تسمع برده المراجعات دي. هقول لك ايه الحاجات اللي تسمع فيها مراجعات والحاجات اللي تسمع فيها شرح اساسي. فانت بتدخل بقى على المراجعه تشوف ايه هو الدرس اللي انت عايز تسمع شرحه النهارده، وتبتدي ان انت تشوفه من المراجعه. في مس برضو اسمها مس جهاد اشرف، دخلت على الشانل بتاعتها لقيت ان هي منزله برضو زي بلاي ليست كامله فيها شرح منهج النحو معظمه تقريبا برضو في فيديوهات حتى طويله كده. يعني هي ممكن مجمعه فيديوهات، كانت عامله فيديو مثلا في شرح المبتدا والخبر، وفي تقديم المبتدا وتاخيره وحذفه والكلام ده، فهي مجمعه كذا توبيك مع بعض. ممكن انت تدخل تسمع الجزء اللي انت عايز تذاكره بس النهارده، لان دول بيبقوا مثلا كذا درس جنب بعض يعني. طيب بالنسبه للبلاغه، احنا منهج البلاغه بتاعنا على فكره يا جماعه بتاع ثانويه عامه مش كبير اصلا، فانا شايفه بصراحه ان انت بالذات لو انت يعني مستواك فيها كويس وسمعت حصص التاسيس اللي المدرسين منزلينها، تقدر ان انت كل يوم تفتح جزء من محاضرات البلاغه بتاعه المراجعه بتاعه مستر محمد صلاح او مستر رضا الفاروق. واحبذ لو انت حاسس ان انت عايز تاكيد زياده شويه، مستر رضا الفاروق يعني في البلاغه قوي جدا. مستر محمد صلاح طبعا قوي برده، ولكن مستر رضا الفاروق انا زي ما قلت هادي جدا وبيشرح بالهداوه وبيحب يزود في الامثله والكلام ده. فلو انت عايز حاجه دقيقه شويه خليك في مستر رضا الفاروق. مستر محمد صلاح ممكن تسمعه كمراجعه او كده بعد ما تكون اخدت الشرح الاساسي مع مستر رضا الفاروق، تقسمه بقى كل يوم تاخد جزء، يوم تاخد مثلا التشبيه، يوم تاخد الاستعاره والكنايه. في برده سلسله مستر محمد صلاح كان عاملها اسمها تاسيس البلاغه او شرح البلاغه، شرح فيها برده كل فروع البلاغه في فيديوهات، مثلا كل فيديو يعني مقسمها اجزاء، كل توبيك يعني جزء، يعني التشبيه في فيديو والاستعاره في فيديو. فدي فيديوهات شرح برده، شرح اساسي مستر محمد صلاح عاملها على الشانل بتاعته. والبلاغه عموما التطبيق فيها اهم جدا من الشرح بس انت بتفهم يعني ايه الكونسبت ده، لكن التطبيق هو المهم جدا، وبتطبق على البلاغه بحيث ان انت ممكن تحل عليها امثله لوحدها، ولكن اصلا البلاغه لما بتيجي في الامتحان بتيجي جوه النصوص، فانت هتتدرب عليها اصلا وانت بتحل نصوص.
بالنسبه للادب عشان هو من اكتر الحاجات اللي ممكن بيتقال عنها ان هي معقده في ثانويه عامه، انا مش عايزاك تسمع محاضرات شرح ادب قد كده وتقعد تسمع لي بقى نشأة المدرسه ورواد المدرسه ومش الادب ما بيجيش في الامتحان كده. الادب بيجي في الامتحان يجيب لك بيت ويسالك هو معناه ايه، بيعبر عن ايه في مثلا السمات بتاعه المدرسه دي، الكلام ده. فالادب عايز منك ايه؟ عايز يكون متلخص بشكل كويس. طيب ايه احسن حد تسمعه في الادب؟ اسمع مراجعات في الادب عادي، اسمع مراجعات اللي هي الناس اللي عامله مراجعات ليالي الامتحان. خلاصه الخواويص في الادب بتاعت مستر محمد صلاح تحفه، كان عامل واحده للنثر وواحده يعني الادب النثري وواحده للادب الشعري. ممكن كل يوم تسمع لك مدرسه كده كان مدينا فيها بيشرح لك الخلاصه ازاي تحل المدرسه، تمام؟ بيديك السمات يعني بيشرح السمات وكل حاجه، وكان شرح كامل يعني. ولكن انا شايفه ان الادب مش من الحاجات اللي تقعد تضيع فيها وقت في الشرح، لا تضيع فيها وقت في الحل وفهم طريقه الحل، لان هي في فرق خالص ما بين طريقه شرحها وطريقه حل اسئلتها، دي حاجه ودي حاجه خالص يعني. ده غير كمان ليالي الامتحان بتاعته كان منزل يا جماعه شويه مذكرات PDF موجوده اصلا في الوصف بتاع اللايفات بتاعته. هو في كل لايف كان بيدينا PDF مثلا قولوا مثلا صفحتين مثلا، ملخص فيهم المدرسه في هيئه نقاط، لو قال لك كذا حل كذا، لو قال لك كذا اعمل كذا، لو قال لك كذا اعمل كذا، تمام؟ دي برده حاجه هي دي اللي هتخليك تعرف تحل ادب. الحاجه دي برضو كتاب كيان عاملها بشكل لذيذ موت، انا قلت عليه اصلا في فيديو الكتب. كتاب كيان كويس قوي في شرح الادب، ان هو بيشرح لك الادب، مش يقعد يقول لك سمات المدرسه والمدرسه دي نشأت سنه كذا ومش هو النقاط دي مكتوبه فيه بس مش هي دي اللي بيتسال فيها. هو عامل لك حاجه بقى اسمها المعادلات الادبيه. المعادلات الادبيه في كتاب كيان دي تحفه يا جماعه، لو ذاكرت منها ادب كتاب الادب بتاع المنهج بتاعنا بجد هتعرف تحل الادب بشكل كويس جدا، لان هو بقى بيقول لك معنى السمه دي ايه، لو جات لك في بيت مثلا تختار السمه دي امتى، ايه هي معنى السمه. معنى السمه مهم جدا في الادب. طيب النصوص والقراءه المتحرره طبعا اللي انت عماله تتكلمي ان هي اصلا نص المنهج بيعتمد على فهمها، ازاي نفهم النصوص وازاي نحل نصوص وقراءه متحرره. تعالوا نقول لكم. اول حاجه النصوص والقراءه المتحرره عايزينك تفهم طريقه الحل برده، ما فيهمش اي حفظ ولا فيهم اي افتكاسات، ما فيهمش منهج اصلا، ما لهمش منهج. فالنصوص والقراءه المقررين في المنهج ما بتسمع لهمش شرح، ولكن في تقريبا كانوا نصين او 3 منهم هم اللي بيجوا في حاجه اسمها سؤال الموازنه. سؤال الموازنه ده لسه برده هتعرفوه يعني، لانه حاجه جديده في ثالثه ثانوي بس. هم اللي ممكن تستخدم فيهم الحاجات دي، فانا بصراحه مش فاكره اسمائهم بالظبط دلوقتي، والموضوع لسه جاي في بالي اصلا، فهبحث لكم بالظبط عن اسمائهم وهكتبهم في الكومنتس، دول اللي تسمع شرحهم، وهتلاقي برده ناس كتير شرحهم على اليوتيوب عادي يعني. لكن بقى فكره ازاي احل قراءه ونصوص، فالفيديوهات بتاعت خلاصه الخلاويص بتاعت مستر محمد صلاح قويه جدا 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 في النقطه دي. بجد المستر عامل طريقه تحل بيها كل فكره سؤال، يعني هو مقسم لك اصلا الاسئله لافكار، يعني النصوص برضو والقراءة بيبقى ليها أفكار معينة بيجيب فيها، اللي هو سؤال المغزى، سؤال ما دلالة كذا، سؤال مثلا حاجات كده بتبقى محددة برضو أو أنواع أسئلة محددة. فدي المستر كان عامل لها في خلاصة الخلاويص اللي هي مراجعات ليالي الامتحان، هي كان مسميها خلاصة الخلاويص، فممكن لو انتم مش عارفين تتلخبطوا شوية. هي مراجعات ليالي الامتحان بتاعت مستر محمد صلاح، موجودة على الشانل بتاعته، بيبقى فيديو مثلا 3-4 ساعات، مش حتى كمان ما كانش بيتعدى كده يعني، 2-3 ولا حاجة. بيشرح فيه بقى ازاي تحل النصوص المتحرره وازاي تحل القراءه المتحرره والافكار بتاعتها وكده. حاجه تانية برده لذيذه جدا، هو مستر وليد محسن، هو اصلا السنه اللي فاتت كان بينزل حاجه اسمها شرح لطلبه اليوتيوب اصلا، وكان منزل لهم كمان مذكره مخصوص، كان منزل برده شرح لمعظم المدارس الادبيه، شرح لدروس النحو، كان بيحل برده اسئله قويه جدا وكويسه جدا. طريقته بقى في حل القراءه والنصوص برده مستر وليد محسن مشهور بيها قوي. هي اصلا بلاي ليست موجوده على قناه مستر وليد محسن اسمها شرح طلبه اليوتيوب 2025 يعني. اخر فرع من فروع العربي هو التعبير، والتعبير مش مفهوش اي يعني افتكاسات خالص، ولكن هو فيه افكار جديده انت ما قابلتهاش قبل كده. التعبير زمان عندنا مثلا في اولى وثانيه ثانوي وطول عمرنا كان هو التعبير الوظيفي والتعبير الابداعي وتكتب بقى والكلام ده، لا دلوقتي في افكار تعبير معينه اسمها تعبير اختياري، بس بجد سهله موت والله العظيم ومضمونه. فمستر محمد صلاح برده كان عامل لها فيديو في ليالي الامتحان اللي هي خلاصه الخلاويص، كافي جدا، مجمع فيه كل افكار التعبير ومجمع فيه كل حاجه تقدر ان انت تسمعها. طبعا فيديوهات المراجعات دي يا جماعه اللي انا قلت عليها، اللي هي بتبقى الفيديو مثلا 3 ساعات 4 ساعات، ممكن يدخل في 5 و6 ساعات لو المستر بيشرح حاجه كبيره، يعني فيديوهات حل بس او سوري فيديوهات شرح النحو بتاعت مستر محمد صلاح كانت معديه ال10 ساعات عادي.
اكيد انت مش هتقعد تسمع كل ده مره واحده، ده محتوى جديد بالنسبه لك، فانت بتقسمه كأن انت بتاخد دروس عادي وبتدخل تسمع بس الجزء بتاع شرح الدرس اللي انت بتاخده النهارده، وتروح بقى تحل عليه كأنك سمعت شرح جديد عادي جدا. تمام. تاني ماده بالنسبه لنا هي الانجليش. والانجليش يا جماعه من قبل ما اتكلم، الحاجه الوحيده اللي هتحتاج او مش هتحتاج اللي هي تعتمد على المدرس فيها هي الجرامر. اي حاجه تانية هي اجتهادك الشخصي وتقدر تجيبها من مصادر كتير جدا هقول عليها، ولكن الجرامر هو اللي المدرس ليه دور كويس قوي فيه ان هو يفهمك. لكن اي حاجه تانية هي بتعتمد على اجتهادك وبتعتمد على حفظك. في الاول وفي الاخر الانجليش ماده حفظ، ان انت تحفظ اللغه، هي لغه يا جماعه في الاول وفي الاخر. وطريقه حتى امتحان الانجليش بتعتمد على ان انت حافظ كويس وعندك حصيله لغويه كويسه. بالنسبه لقنوات الانجليش كشرح جرامر، قناه انجليشاوي طبعا من اشهر القنوات في الموضوع ده، ومنزله بلاي ليستات كامله فيها شرح المنهج الانجليش كامل. في قناه برضو مستر هيثم كمال طبعا، اللي انا يعني اصيبه بشده مدرسي يعني، منزل برضو على اليوتيوب عنده ده. يعني ده اصلا مستر هيثم كمال انا هتكلم عن القناه بتاعته لوحدها في بوينت انا مسمياها حلويات مستر هيثم كمال. القناه بتاعته بجد يا جماعه كنز للي يعرف يستغلها. ولكن هو منزل برضو بلاي ليست كامله فيها شرح منهج الانجليش كله. لو دخلتوا على البلاي ليست عنده ونزلتوا بس تحت شويه، هي البلاي ليست تحت قوي يعني، يمكن تقريبا في الاخر هتلاقوا فيها شرح منهج الانجليش كامل. مس مي مجدي برضو منزله شرح على اليوتيوب كامل منهج الانجليش كله، كنت سمعت لها شرح كده لكذا درس في المنهج، بجد برضو مفيده جدا وشرح كامل وبتشرح بالتفصيل وبتدي امثله وكل حاجه. يعني هي اصلا بجد شاطره جدا. الحد اللي بعد كده هو برضو حد اكتشفته بالصدفه اصلا، بس هو بجد مستر شاطر جدا وشاطر قوي في حته التلخيصات والسكيمات والحاجات دي، بيسكب لك الدنيا كده بحيث ان انت تعرف تحفظها بسهوله. هو مستر عبد الله الشافعي. هو لسه اصلا يعني بادئ تقريبا السنه اللي فاتت، كان هو ينزل محتوى على اليوتيوب. هو اصلا مستر يعني شغال في سناتر وكده، لسه بادئ ينزل محتوى على اليوتيوب، وشفت له المحتوى بتاعه بجد تحفه. كان منزل مراجعات فيها شرح الجرامر وكده، بس الشرح بتاعه برده ممكن يعني مش تفصيلي، بس تقدر تعتمد عليه بالذات السكيمات والحاجات اللي هو بيقولها دي. فحتى لو انت مش عايز تسمعه اول مره ممكن تجرب الشرح بتاعه. لو انت بتراجع على درس ولا حاجه بيعمل تسكيمات كده وحاجات كده تفكرك بالجرامر او بالقاعده دي، بجد مش هتنساها وطريقته لذيذه جدا. طيب بالنسبه للسكيلز، عشان دي حاجه برده ممكن تكون انتوا بتسمعوها لاول مره، السكيلز في حاجات منها بتتحفظ وفي حاجات منها بتيجي بالتدريب. تمام. الحاجات اللي بتتحفظ منها هي حاجات لذيذه جدا وسهله جدا ومضمونه في الامتحان، وممكن ان انت برده يعني تسمعها في مراجعات عادي. في حد منزل ليها مراجعات. كل الناس اللي انا قلت اسمائهم دول هتلاقيهم برده منزلين شرح السكيلز عادي. وفي برده حد مميز جدا في السكيلز وهو مستر شريف المصري، منزل برده فيديوهات مراجعات على يوتيوب شرح السكيلز مثلا في 3-4 ساعات، هيلم لك الدنيا. ممكن تقسم الفيديو ده بقى اجزاء طبعا زي ما قلنا، الفيديوهات الطويله اللي هي المراجعات دي بتقسمها اجزاء وتاخد كل يوم جزء كأن هو درس مثلا في المنهج. السكيلز الحفظ. طب السكيلز اللي فيها تدريب زي الترجمه وزي القطع المتحرره دول، والمقال كمان. المقال تكتب لك مقال كل اسبوع كويس جدا، بل يعني لو انت عملت كده، لو انت استمريت على ده اصلا طول السنه، بجد صدقني مستواك في المقال هيبقى في حته ثانيه. تسمع فيديو بسيط لاي حد من المدرسين دول برضه هتلاقيهم منزلين طريقه كتابه المقال، فيديو لا يتعدى 10 دقائق ربع ساعه، بتاخد الطريقه بس، لكن الباقي كله تدريب بقى وانت تتدرب. طب انا دلوقتي كتبت مقال يعني انا مش عارف هو صح ولا غلط، في ثانيه تصوروا شات جي بي تي يا جماعه يا جماعه المهم المقال ده صح ولا غلط يصححه لك عادي جدا، وبيطلع لك لو في اخطاء، بيطلع لك لو مثلا في طريقه ثانيه تقدر تبقى يعني كتابتك دقيقه اكتر او مستواها اعلى شويه، انت تستخدم كلمات مستوى اعلى، طريقه جرامر اعلى، فاهم. وفي برضو اداه اسمها كويل بوت، دي برضو اداه فيها تصحيح لغوي وفيها برضو تدقيق الجرامر والحاجات دي، وكلها فور فري موجوده على جوجل عادي تقدر تستخدمها، ولكن دي مش هتصور لها. دي بقى بعد ما تكتب المقال بتروح وتعمل له بقى تكتبه تاني انت من لوحه المفاتيح يعني تكتبه، وهي برضو هتعمل لك تصحيح ليه. بالنسبه للترجمه فهي اصلا بتبقى جزء من الواجب، يعني موجوده في كل الكتب بعد واجب كل درس بيبقى فيه 2-3 ترجمه، دول تحلهم عادي جدا. والترجمه على فكره بقت اختياري، فهي مش من اصعب الحاجات، بجد سهله جدا، اصلا انتوا جربتوها يعني في اولى وثانيه ثانوي، فالترجمه من الحاجات اللي برضو تجيب معاها درجات، فما تخافش منها. الحاجه بقى المهمه جدا جدا ولازم تشتغل عليها ولازم تبداها من دلوقتي وهتفرق جدا في مستواك لحد اخر السنه، وهي ان انت كل يوم تخصص مثلا 10 دقائق ربع ساعه في اليوم، خليهم مثلا قبل ما تنام يا عم بتحفظ فيه كلمات جديده. طيب ممكن المفروض احفظ من رينج كام كلمه؟ من رينج 3 كلمات ل5 كلمات، ما تزودش عن كده وما تقللش عن كده. المهم ان انا بحفظ الكلمات دي، حفظتها وعرفت معناها وكل حاجه، باجي بقى مثلا ممكن اخر الاسبوع او كمان كام يوم كده اعيد عليهم تاني وراجع عليهم تاني
وحاول تحفظ من المصادر اصلا بيبقى مدرسين عاملينها. هنزل لكم برده لو انا كان معايا PDF فيه كلمات اللي هي اشهر الكلمات اصلا المتداوله في منهجنا واللي بتيجي في القطع وبتيجي في التراجم والكلام ده، فهتلاقيه اصلا موجوده على جوجل. وانا برده لو وصلت للملف اللي انا كنت بحفظ منه هنزله لكم باذن الله. طيب نيجي دلوقتي بقى لاخر نقطه، والحاجه اللي انا بجد مبسوطه جدا وانبهرت ان هي موجوده على قناه مستر هيثم اصلا، ويا ريتني استغلتها. يعني انا اصلا اكتشفتها بعد ما خلصت السنه اصلا، وانا كنت مشتركه مع المستر فكنت مهتمه بالمحتوى الخاص بتاعه يعني، وما شفتش الحاجات اللي هي الفور فري المميزه جدا الموجوده على القناه بتاعته. وهي بقى محتوى عنده عامل يا جماعه في البلاي ليست، يعني هي اصلا بلاي ليست كامله. هتدخل انت بس على قسم البلاي ليست وتبتدي تدور بقى فيديوهات، بقى في فيديوهات بجانب فيديوهات الشرح زي ما قلت لكم منزل شرح منهج الجرامر كامل، في بقى فيديوهات الملاحظات. يا جماعه مستر هيثم متميز جدا 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 في الملاحظات، وان هو يجمع لك كده كل الملاحظات اللي ليها علاقه بكلمه معينه او بتوبيك معين. ففيديوهات الملاحظات عنده قويه جدا، عامل لها بلاي ليست كامله. فيديوهات حل الكتب يا جماعه، انا عمري في حياتي ما حبيت او رشحت او شايفه انه من الصح ان انا اقعد اشوف مدرس بيحل الا في حاله طريقه الحل بتاعت مستر هيثم نوال. لان مستر هيثم كمان مش بيحل الكتاب يا جماعه، مش بيقرا السؤال ويحل ABC وشكرا، لا. مستر هيثم كمان بيعصر السؤال، بيمسك السؤال يا جماعه، هو بيقرا وهو بيقرا السؤال اصلا لو لقى في كلمه في السؤال الكلمه دي مثلا ليها معنى، ليها مضاد، ليها استخدام، ليها متشابهات، ليها اي حاجه في المنهج بتاعنا بيقولها، ويعمل بقى يقعد يعمل ملاحظات على جنب كده وحاجات كده. فلو تقدروا او مش تقدروا انا بقول لكم اعملوا كده، اسمعوا لمستر هيثم كمال حل. فهو منزل على اليوتيوب حل كتاب تقريبا كتاب ماي نيو فريند، ومنزل حل كتاب المعاصر بتاع المراجعه النهائيه. طب وده كتاب مراجعه نهائيه يعني ده ازاي انا احل منه اصلا؟ هو كان منزل اجزاء معينه على وحدات معينه، فتقدر برضو انت مش هتشوفها من الاول، هتشوف مثلا كل ما تخلص وحده معينه او جزء معين تدخل تشوف المستر بيحل عليه، لان انت برضو لازم تكون فاهم هو بيقول ايه، يعني واخد الكونتنت ده قبل كده. ولكن بجد طريقه حله مميزه جدا وهتفرق معاكم جدا، وتقدر ان انت تسمعه، حتى تسمع فيديوهات مسرعه عادي. انت مش هدفك ان انت تعرف اجابه السؤال، انت هدفك تشوف الملاحظات والافكار والحاجات اللي المستر هيقولها وهو بيحل. وفيديوهات حل القطع بتاعته يا جماعه خطيره، عامل بلاي ليست فيها حل قطع كتاب سينيور. كتاب سينيور ده اصلا من الكتب الكويسه جدا، فيه قطع متحرره كتير جدا تقدر انت تحل فيه اصلا. ولكن بقى يا سلام بقى طريقه حل مستر هيثم فيه يعني مش طبيعيه والله بجد يا جماعه. اللي ما جربش شرح الانسان ده هيقول عليا بافور، وهيقول عليا ان انا افضى منه عشان اعمل له ان ده اعلانات، بس اقسم بالله هو اصلا يعني لسه عارف امبارح لما برضه اتبسطت قوي ان هو شاف الفيديو بتاعي، وحد يعني كتر خيره بعت له الفيديو ودخل اصلا كتب لي كومنت على الفيديو، دي حاجه اسعدتني جدا. بس انا بجد مش بافور، انا الكلام ده شفته بعينيا وحابه ان انتوا تستفيدوا منه. دلوقتي نتكلم في الفيزياء. اول حاجه مستر محمود مجدي منزل شرح كامل على الشانل بتاعته اللي هي كانت مليون، لان هو دلوقتي عنده 2 شانلز، كان في واحده مليون واتقفلت باين او اتسرقت فتره، فعمل واحده ثانيه ووصلت برده دلوقتي ما شاء الله 100,000. فلا القناه اللي هي مليون هتلاقي فيها بلاي ليست كامله فيها شرح كل فصل، تدخل على الفصل مثلا تلاقي شرح كل درس لوحده تمام، وشرح تفصيلي، وكان متصور من السنتر عنده اصلا يعني. طيب تاني شرح هو شرح مستر محمد عبد المعبود، عنده برده بلاي ليست كامله فيها شرح سنه 2021. ولكن بامانه انا شايفه ان شرح 2021 مش هو طريقه شرح مستر عبد المعبود دلوقتي. عبد المعبود بقت طريقته يعني ابسط من كده شويه. فلو انت تقدر ان انت يعني الشرح ده تسمعه بس كافكار، لان برده المستر قايل فيه افكار كويسه جدا. فلو انت مثلا الشرح ده دخلت ولقيته صعب بالنسبه لك ممكن تسمع حاجه قبله وبعدين مثلا تسمع الشرح ده متسرع، لان هو فيه افكار كويسه برده هتفرق في مستواك. حاجه بقى اللي لازم تسمعها لمستر محمد عبد المعبود هتفرق جدا جدا معاك، يعني شرح 21 ده ممكن نحطه على جنب كده لو انت عايز تزود يعني بامانه. لكن لو انت بقى هتسمع مثلا فلنفترض مثلا مستر محمود مجدي كشرح اساسي، وعايز بقى تعلي مستواك، عايز تستفيد برده من شرح مستر محمد عبد المعبود، لان الاثنين دول لو عملت لهم ميكس مع بعض كده واستفدت منهم هما الاثنين، خصوصا ان انت دلوقتي مش هتشترك مع حد منهم بعينه، فمش مضطر تستفيد بالمحتوى بتاعه هو بس او تلتزم بيه بشكل كامل. تقدر بقى ان انت تسمع الشرح لمستر محمود مجدي او اي مستر من المسترز اللي انا هقول عليهم دلوقتي، كلهم ناس محترمه وشرحهم ممتاز، وتسمع مستر محمد عبد المعبود بقى بعد ما تخلص الفصل وهو بيعمل شرح للفصل كامل. يا جماعه بيقول كميه ملاحظات وكميه افكار هتفرق معاك جدا. ده غير برضو ان هو كان الاول بينزل مراجعات شرح بس، يعني سنه مثلا 23 22 هتلاقيه منزل مراجعات شرح. سنه 24 في سنتنا اصلا كان منزل مراجعات حل بس، كل فصل مثلا يقعد يحل عليه بتاع 100 سؤال ولا حاجه اسئله قويه جدا، هي دي بقى اللي هتخليك
تفهم طريقه تفكير مستر محمد عبد المعبود وتعلي دماغك معاه وتشوفه بيحل الاسئله الصعبه ازاي وبيفكر فيها ازاي. لان الشطاره مش ان انت تحل اسئله صعبه مع المستر بتاعك، وانما ان انت تفهم دماغه وتاخد دماغه وتعرف تحل بيها اي سؤال صعب، تفهم طريقه التفكير. طيب من مدرسين تاني شاطرين برضو كشرح، مستر محمود صلاح من الناس برضو اللي بتبسط الشرح بشكل كويس جدا. عنده على القناه بتاعته محتوى كامل بيشرح فيه. برضو كان تقريبا في اجزاء حل، بس هو يعني متميز اكتر في الشرح وبينزل شرح. تاني حد مستر اشرف حسام، هو برضو بينزل شرح وشرح متميز جدا. بس النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها ان هو بينزل حاجه اسمها الشتات. الشتات دي بتبقى على كل درس، بينزل مجموعه اسئله كده مجمعه من كذا كتاب على الدرس ده. فده هيفيدك برضو لو انت عايز مصدر حل كويس وحد بقى يكون بيحل بايده ويوريك طريقه الحل وكده. الشتات بتاعته كانت لذيذه قوي وجربت منها برضو جزء يعني تقريبا معظم الناس اللي انا قلت اسمائها دي يا جماعه يا اما انا جربت لهم حاجات وانا في ثالثه على مدار السنه، والناس اللي انا ما جربتهاش بس شفتها وانا ببحث دخلت شفت لهم شرح وشفت لهم حاجات. فبامانه ما فيش حد انا قلت اسمه في الفيديو ده غير عن تجربه. مستر حسام خليل من الناس المتميزه جدا برضو في الحل، وبينزل فيديوهات حل مجمعه من كذا مصدر وحاجات لذيذه كده برضو، فتقدر انت تستفيد منه في جزء الحل. نقطه برضو عايزه اقولها ان يا جماعه بعد كل الناس دي انا دلوقتي سمعت مثلا درس الدينامو ده تقريبا من اشهر الدروس في ثانويه عامه، واللي يقول لك بقى ان هو صعب ورخم ومش عارف ايه، لا يعني مش كده. بس خلينا ناخده كمثال. مثلا دلوقتي دخلت شفت درس الدينامو فهمت ومش عارف ايه، بس لسه معصلج معايا، لسه ما ركبش دماغي، او فرض ان انا ما فهمتوش اصلا، اسكت بقى كده وخلاص؟ لا، ابتدي ان انا اكتب على اليوتيوب بس زي ما انا قلت في اول الفيديو اصلا. بس يعني الجمله اللي انا عايزه اقولها، الفيديو او النقطه مش بس درس كامل، لا نقطه بس في درس انا ما فهمتهاش، اتشقلب وهات لها شرح وافهمها. عارفين ايه المشكله يا جماعه اللي ممكن بتوقع ناس كتير جدا من طلبه الثانويه العامه؟ ان في نقط هم ما بيفهموهاش فبيحاولوا يكبروا دماغهم منها، او يقول لك يا عم انا فهمتها وخلاص، او هتتقال لي تاني في المراجعات ومش عارف. لا، النقطه اللي انت ما فهمتهاش اتشقلب وافهمها. الماده اللي بعد كده هي الكيمياء مستر محمد عبد الجواد منزل فيها بلاي ليست كامله فيها شرح المنهج كامل، كل باب متقسم لدروس وشرح الدرس كامل وكل حاجه، فده تقدر تعتمد عليه كشرح اساسي، فيديوهات شرح تفصيليه. مستر برضو خالد صقر عامل نفس الكلام، بلاي ليستات كامله فيها شرح المنهج كامل. ونقطه يا جماعه، حته اسمع شرح 24 ولا 25 ولا اسمع شرح من 2021 ولا استنى الناس تنزل شرح 2026 واسمعه، لا يا جماعه. في المواد اللي ما حصلش فيها تعديلات زي العربي زي الانجليش زي الفيزياء والكيمياء، هي الاحياء بس اللي حصل فيها معظم التعديلات، تقدر ان انت تسمع فيها شرح 24 و23 و25 عادي جدا، ما تستناش شرح 26 لما ينزل. حتى لو انت هتتابع مع مدرس ولقيت مدرس هينزل شرح 26 السنه دي، لو لقيت ان هو بيتاخر شويه في التنزيل لا، اعتمد على الشرح القديم عادي طالما المنهج ما اتغيرش. بالاضافه يا جماعه، لو اي حد منكم من الناس اللي هي عايزه يعني ابتدت ان هي تبحث في موضوع ان هي عايزه تذاكر اونلاين وعلى يوتيوب وكده، لو وصلتوا لاي ناس انا ما قلتش اسمها في الفيديو ده اكتبوا في الكومنتس وهعمل تثبيت للكومنت بتاعكم عشان كلنا نفيد بعض يعني. واي مصادر عندكم مذكرات الكلام ده حابين ان انتوا تشاركوها مع زمايلكم اكتبوا لي في الكومنتس وهنلاقي طريقه نتواصل بيها ونبعت الحاجات دي ونفيد بعض يعني. انا حتى كنت بفكر نعمل جروب تليجرام وانزل عليه الحاجات دي، فقولوا لي برده في الكومنتس انتوا ايه رايكم في الموضوع ده. تالت حاجه برده مستر محمد كرايم اللي اتكلمت عنه في فيديو المدرسين، ما شاء الله برده دخلت على الشانل بتاعته لقيت منزل بلاي ليست كامله فيها شرح المنهج كامل، وفيها حاجه اسمها المفاهيم المتضمنه. المفاهيم المتضمنه دي انا يعني لما دخلت عليها انا بجد ندمت ان انا ما شفتهاش وانا في ثانويه عامه. للاسف الحاجات دي وصلت لها متاخر وما كانش عندي وقت ان انا اسمعها، فدخلت بقى دلوقتي وانا بعمل لكم سيرش اشوفها، لقيت ان هو يا جماعه كان بيمسك كل درس يفصصه، يجيب لك الافكار اللي فيه، افكار الحل، التجارب والملاحظات والحاجات اللي بين السطور اللي يتسال عنها بخباثه، ويقعد يشرحها لك ويفهمها لك في فيديو. مثلا كل درس مثلا الفيديو كان الشرح بتاعه مثلا ساعه ساعتين، هو عامل مثلا فيديو نص ساعه ركاب على الفيديو، يعني في حاجات بيعيد شرحها عشان هي مهمه، في حاجات تجارب مثلا وحاجات بيشرحها، في مثلا بيشرح لك طريقه حل الاسئله. فبجد المفاهيم المتضمنه دي يعني كنز بجد. لو انت حتى هتعتمد على مدرس تاني ومش عايز تسمع شرح مستر محمد كرايم، المفاهيم المتضمنه دي من الحاجات اللي لازم تسمعها وتستفيد من المستر فيها بجد، وجزاه الله خير ان هو منزلها بشكل مجاني على اليوتيوب. الشخص اللي بعد كده برده واللي انا يعني ندمت ان انا، او مش ندمت يعني قصدي زعلت من نفسي ان انا ما قلتش اسمه فيديو المدرسين الاونلاين اصلا، لان هو مستر شغال اونلاين، هو مستر عبد الله الحبشي، بجد من الناس الممتازه جدا. وانا بس للاسف نسيت اقول اسمه فيديو المدرسين، اشهر مدرسين اونلاين وكده، لما كنت بقول لكم على مدرسين اصلا تشتركوا معاهم منصات. لا، هو شخص اصلا كمنصات
كويس جدا وعنده منصه قويه جدا. تاني حاجه هو اصلا منزل شرح منهج الكيمياء كامل سنه 2025 السنه اللي فاتت، يعني لسه شرح جديد، كان منزل الشرح كامل على اليوتيوب وفي بلاي ليست كامله برده فيها الشرح. نيجي بقى دلوقتي للكينج والماده اللي للاسف بقت بتخوف ناس كتير من طلبه الثانويه عامه، مع انها ماده لذيذه جدا وممتعه جدا، بس للاسف سمعه اسئلتها وحشه. وكمان انه المصادر فيها بقت ضيقه شويه لان المنهج حصل فيه تعديلات. فالاحياء بالذات يا جماعه اوعوا تسمعوا فيها شرح قديم من 24 وانت نازل، اوعى تسمع فيها شرح. الشرح اللي هتسمعه يا اما شرح 2025 يا اما شرح 2026، لان المنهج حصل فيه تعديلات. والله اعلم كمان بعد ما اعمل الفيديو ده هل منهجكم هيحصل فيه تعديلات كمان ولا ايه. فلو كده هقول لكم وهكتب في الكومنتات بتاعه الفيديو عشان اي حد انا قلت عنه يكون المصادر معينه في ماده معينه الماده دي اصلا منهجها اتغير او كده، الله اعلم اصلا هيعملوا فيكم ايه يعني. بحثت كتير عن ناس منزلين المنهج كامل كشرح، يعني في مثلا طبعا مدرسين زي اشهر الناس مثلا مستر احمد الجوهري ومحمد ايمن والناس دي مش منزلين شرح درس بدرس، منزلين مراجعات، وبصراحه المراجعات بتاعتهم لا يعني مختصره شويه، عايزه حد كان سامع المنهج قبل كده عشان يقدر يسمعها. لكن ان انا اسمع درس احياء لاول مره من مراجعه ليله الامتحان بتاعت مستر، دخلت لقيتها مش كامله. لا هي كامله يعني فيها كل حاجه بس مش بالتفصيل والتدقيق اللي هو بتاعنا باخد الدرس اول مره، لا محتاج ان انت تسمع حاجه تفصيليه اكتر. فلقيت مدرسين برده ممتازين، يعني انا حتى عارفاهم شخصيا ودخلت سمعت لهم فيديوهات برده بنفسي زي ما قلت لكم. انا مفيش حاجه ولا اسم قلته في الفيديو ده غير لما جربته. فاول حاجه عندك مستر احمد الشرقاوي، وده اللي اتبسطت جدا 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 انه لقيته اصلا هينزل باذن الله شرح جديد لسنه 2026 على اليوتيوب، شرح كامل للمنهج كله. هينزل كمان الفيديوهات الحل، هو اصلا مشهور بالحل ومدرس ممتاز جدا 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 في ماده الاحياء، وبيشرح وبيحل فعلا حل يعني دقيق كده وعقلاني، ويفهمك اسئله الاحياء بالذات اللي عليها ضجه. هو بيشرح بشكل كويس جدا وبيحل اسئله بطريقه كويسه جدا، فتقدر تعتمد عليه اصلا في مجال الحل، لان مجال حل الاحياء كمان يعني من اكتر المجالات اللي محتاج ان انت تشوف فيها ناس دقيقه يعني او ناس موثوقه، لان في ناس للاسف بتحل غلط. لا مستر احمد من الناس اللي لا ممتازه جدا في مجال الحل. اللي فرحني اكتر كمان ان هو السنه دي زي ما قلنا هينزل شرح كامل على اليوتيوب، شرح للمنهج كامل وملاحظات وكل الكلام ده. ف ادخلوا على الشانل بتاعته اسمها مستر احمد شرقاوي، وهتلاقوا اصلا منزل فيديو التفاصيل برده وتفهموا الدنيا ماشيه ازاي لو حابين تتابعوا معاه على مدار السنه، وتقدروا ان انتوا برده تعتمدوا عليه وتكملوا معاه على مدار السنه باذن الله. لو لقيتوا ان يعني رتم تنزيل المحتوى منتظم ومش متاخر او كده، هو طبعا ربنا يعينه، هو قال ان هو يعني هيلتزم لاخر السنه وهيبقى يعني متفرغ للقناه والكلام ده كله. ولكن برده لو انت حسيت ان الرتم بطيء، ممكن انت تسمع حد تاني بقى من الناس اللي انا هقول عليها دي، وتستنى برده المستر لما ينزل حاجه تشوفها يعني، لان هو بجد من الناس الممتازه جدا. طيب ايه هم الناس التانيين؟ الناس بقى كانوا منزلين شرح 25. اول حاجه مس هدير اشرف، برده من الناس الممتازه جدا، كنت بشوف لها فيديوهات قصيره كده وانا في ثالثه اصلا، بس ما كانش عندي وقت ادخل اسمع لها شرح كامل. ولكن بقى دلوقتي وانا بعمل لكم الفيديو دخلت سمعت شرحها، بجد ممتاز جدا. وبتشرح اصلا هي مصوره نفسها وهي بتشرح للسنتر عندها يعني او لطلبتها اللي بتديهم على الارض، ومصوره بتشرح على سبوره وقلم وحاجات كده. فدي برده حاجه لذيذه لو انتوا من الناس اللي بتفهم بالطريقه دي، مش بتحبوا البورد اللي هي الالكترونيه، فهي بتشرح بالطريقه دي ولذيذه جدا وبتقول كل المعلومات وشرحها كويس جدا. تاني مدرسه برده هي مس امينه السعيد، هي برده بيولوجيست وكمان بتدي جيولوجيا. شرح برده المنهج بتاع 2025 كامل ومتقسم كمان في بلاي ليست. يعني موضوع البلاي ليست ده كويس جدا، انت هتدخل على الشانل بس تروح على البلاي ليست عشان ما تتوهش، وتشوف كل فصل مقسماه برده لدروس وشرح كل درس لوحده شرح تفصيلي وكويس جدا. طيب دلوقتي انا خدت الشرح وعايزه اسمع بقى التسكيمات والملاحظات، او عايزه اسمع الناس الكبار اللي هو زي الجوهري محمد ايمن وكمان دكتور حسام عيسى، الثلاثه منزلين مراجعات على اليوتيوب. ممكن انت بعد ما تخلص الفصل تسمعهم برده لو انت بتحب طريقه شرحهم وعايز تستفيد منهم، مفيش اي مشكله. برده هم منزلين مراجعات، ممكن مثلا تلاقي ملخص الفصل في 3-4 ساعات، تدخل برده تسرع الفيديو بقى، انت كده كده سامع الشرح قبل كده، تسرع الفيديو وتراجع معاه، ولو في اي ملاحظات زياده او كده حابب تسمعه، يعني انت اصلا لو انت حابب تسمعه تقدر تسمع المراجعات بتاعته. الفيديو داخل معايا دلوقتي في 50 دقيقه تصوير بس يعني، فان شاء الله يكون يعني حاجه نافعه ومفيده ليكم. فلو انت لسه ما عملتش لايك دلوقتي، انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ اعمل لايك وشير للفيديو، تاني نقطه هنتكلم فيها بقى وهي نقطه مصادر المذاكره. ايه هي مصادر المذاكره اللي اعتمد عليها؟ يعني بعد ما خدت الشرح دلوقتي هذاكر من ايه؟ تمام. اول حاجه وهي طبعا الكتب الخارجيه بقى، كتاب الامتحان، كتاب الكلام ده كله. انا مش هقول اسماء كتب بعينها لان انا اصلا عامله فيديو مخصوص عن الكتب سواء كتب شرح او كتب حل. انا هتكلم عن الكاتيجوريز يعني بتاعه الكتب. يعني في زي ما قلنا ممكن تعتمد على الكتب الخارجيه لو انت هتشتري كتب، او لو انت هتاخد مثلا كتب حد من قرايبك او كده.
او لو انت حتى عايز تنزل كتب PDF. الموضوع طبعا في ناس كتير اتكلمت فيه ان هو في حرمانيه او ما فيهوش حرمانيه، بس انا شايفه انه لو انت في حلول برضو في موضوع الكتب الPDF ده. اول حاجه ان انت مثلا ممكن تنزل الكتب القديمه بتاعت سنه 24 هي سنه 25 هي نفس الشرح. حتى في الاحياء زي ما قلنا الشرح هو شرح 25 في الاحياء هو ممكن ما تلاقيش كتب شرح 25، لان كتب 25 كانت نزلت بعد ما المنهج اتعدل، فهتلاقيها مش متظبطه ككتب خارجيه يعني. فدي اللي ممكن تشتري فيها كتاب جديد او تنزل الكتب الPDF الجديده. لو انت مثلا اخدت بفتوى بعض الشيوخ اللي قالوا ان هو حلال، لان يا جماعه موضوع الكتب الخارجيه ده يعني اتكلم فيه ناس كتير جدا، قالوا بقى ان هو اللي حلله وقال ان هو حلال، اللي حرمه اول حاجه وقال ان هو طبعا بغير رضا الشركه والكلام ده كله، فهو سرقه لمجهودهم وتعبهم كل الكلام ده، واكيد مفيش حد هيحب ان هو مجهوده يتسرق. في ناس حللته وقالت ان هو بدافع ان هو علم ينتفع به، وان انت ما بتتربحش منه، او انت ما بتروحش مثلا هو حد تاني اشتراه وبيبيعه لك بسعر ارخص، لا هي الناس بتنزله PDF فور فري على الانترنت عادي. في بقى مدرسين اصلا جزاهم الله خير بيبقى يعني اصلا مدرسين عادي ممكن ما يكونوش بيدوا اونلاين اصلا ولا اي حاجه، بس هو مثلا عامل مذكره ومنزلها على جوجل درايف بقى، او الحاجات دي بتلاقيها على تليجرام، بيبقى مدرسين منزلينها اصلا يعني سامحين ان هي تنزل عادي فور فري للطلبه تفيد الناس. فتقدر برضو لو لقيت مذكره مدرس كويس تعتمد عليها. والتليجرام بجد يا جماعه من المصادر الكويسه جدا اللي هتفيدك في ثانويه عامه. تدخل في الجروبات بتاعه ثالثه ثانوي هتلاقي ناس بقى بتنزل كتب PDF، بتنزل ملخصات، بتنزل تريكات وطريقه حل والكلام ده كله. فانت بس هتدخل على التليجرام هتلاقي بقى جروبات ثانويه عامه الكلام ده، ابحث هتلاقي مثلا على جروبات الفيسبوك ناس منزله لينك جروبات تليجرام، فادخل في الحاجات دي بس اعمل ميوت للنوتيفيكيشنز وعشان ما تقعدش تشغلك كتير. ادخل انت بس لما تعوز انت تدخل تشوف ايه هو الكونتنت اللي نزل، هل في حاجه فيه تفيدك تنزلها، حاجه تقراها، نصايح، الكلام ده هيفرق معاك. اخر بوينت وهي تلخيصات الايد، سواء انت هتعملها بنفسك او هتاخد من ملخصات مثلا حد من قرايبك، حد برده حاجات نازله PDF على النت او كده. تلخيصات الايد من الحاجات اللذيذه، ولكن لو انت مش متخصص فيها مش بتحبها مش بتعرف تعملها اصلا، فهتبقى تقيله على قلبك وانت بتعملها. لا هي التلخيص بياخد وقت كبير، فلو انت مش بتعمله وانت حابه مش يعني هيبقى تقيل على قلبك، وهتحس ان انت بتضيع وقت وهتقول بقى لا ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده. فهو فعلا لو انت مش حابه ما تعملوش، لو هو مش بيثبت معاك المعلومه ما تعملوش. يعني في ناس اصلا بتحب تلخص، فهي بتاخد الموضوع بتضرب عصفورين بحجر، ان انا بعمل حاجه بحبها في نفس الوقت انا بذاكر. ما انا لما بكتب الحاجه بايدي والمعلومه بايدي بتثبت معايا وببقى بذاكر، وفي نفس الوقت تكون مصدر بالنسبه لي انا بذاكر منه. لكن انا واحده كندا مثلا انا استحاله، او مش استحاله بس انا ما بحبش التلخيص بايدي، فاستحاله اضيع فيه وقت في حاجه انا ما بحبهاش اصلا. لا احب اخد تلخيص حد تاني، حد تلخيصه كده لذيذ ونضيف، مع ان انا بعرف الخص وممكن واحب الالوان والكتابه والكلام ده، لكن لا ان انا اقعد انقل نفس الكلام اللي انا اخدته، لا. طب ما انا معايا الكتاب ممكن اذاكر منه او اي مصدر يعني. طيب تاني حاجه نقطه الاسئله. لو انا دلوقتي عندي اسئله وقف معايا اسئله اكيد وانا بحل، او في نقط ما فهمتهاش اصلا، اول حاجه قلنا اتشقلب وهات مصدر تفهم منه. لو في بوينت معينه انا ما فهمتهاش، يعني انا دلوقتي فاهم الدرس كله بس انا مش فاهم مثلا الترانزستور ده ازاي اللي هو طريقه ازاي اعرف القاعده والمجمع والكلام ده، دي حاجه طبعا انت لسه مش فاهمها دلوقتي، بس انا قصدي مثلا دي بوينت واحده في الدرس، يعني انا فاهم الدرس كله مش فاهم البوينت دي. اجيب بقى شرح مدرسين للدرس ده وادخل اشوف البوينت دي بس افهمها. او لو انا ما فهمتش الدرس برضو او لسه ملجلج معايا اسمع شرح للمستر عادي. المفروض برضو ان انا ما اقعدش اسمع شرح كتير، بس ده لو انا مش فاهم لا اسمع شرح واثنين وثلاثه عادي لحد ما افهم. لكن مش صح ان انا سمعت شرح وحد مثلا في لا ده المستر التاني ممتاز برضو، فاقعد بقى طول السنه اشغل نفسي اسمع شرح ده وشرح ده. لا هو مجرد ما سمعت شرح وفهمت خلاص ايا كان المصدر اللي انا سمعت منه. طيب وحل الكتب زي ما قلنا مفيش كتاب مش بيتحل على اليوتيوب، كل الكتب من اشهرها لاقلها شهره كل الكتب بتتحل على اليوتيوب. اكتب بس على اليوتيوب حل الدرس الفلاني كتاب كذا هتلاقي. نفترض يا عم ان انا قابلني سؤال او حاجه برضو معينه عصلجت معايا قوي، مش قادر خلاص وهموت واسال فيها، ادخل على الجروبات بتاعه المدرسين، مستر محمد عبد المعبود، مستر محمود مجدي، الناس دي كل المدرسين الاونلاين المشهورين عاملين جروبات على الفيسبوك، والجروبات دي تقدر تدخل فيها وفي ناس بترد عليك، يعني في تيم علميه بيرد عليك، فتقدر انت تعتمد عليها عادي جدا. برضو جروبات مدرسين كتير، يعني ممكن اصلا ما بتاخدش مع المستر ده ولا انت بتسمع له شرح، بس هو عامل جروب على الفيسبوك بتقدر تستقبل عليه اسئله، ابعت وادخل عادي على الصفحه واعمل بوست. ممكن ياخد وقت شويه على ما يتقبل وحد يرد عليك، بس هو برضو اللي في ايدك وعملته. نيجي بقى دلوقتي لنقطه مهمه جدا 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 جدا، وهي ان انت لازم يكون عندك جدول مذاكره.
مش جدول مذاكره وانما جدول سماع الحصص، كأن هو مواعيد الدروس بتاعتك. لازم يكون عندك مواعيد ثابته وايام ثابته بتشوف فيها الحصص، عشان انت دلوقتي انت اللي بتدير وقتك وانت اللي بتدير نفسك. فلو سبت نفسك للظروف والايام ولان انا هصحى كل يوم كده اشوف انا مزاجي رايح لانهي ماده النهارده اخد فيها حصه، انسى. لا اوعى تعمل كده، لازم يكون عندك جدول ثابت. فهنحاول ان احنا نقسم الاسبوع كده ل3 ايام و3 ايام، تمام؟ هتقولي لي طب ما الاسبوع 7 ايام، اليوم اخر يوم ده او اليوم السابع ده هو اهم يوم. هقول لكم على اهميته دلوقتي. طيب اول 3 ايام او في 3 ايام معينين، زي مثلا ان هم الحد والثلاث والخميس. ال3 ايام دول انا هكون بسمع فيهم شرح، يعني بصحى من النوم انا محدد مثلا ان انا النهارده هاخد درس في الفيزياء ودرس مثلا في الانجليش، واحاول انوع. يعني اخد يوم ماده مثلا بالنسبه لي انا شايف انها تقيله زي مثلا الفيزياء، اخد منها مع مثلا ماده انا شايف ان هي لذيذه بالنسبه لي، مثلا الانجليش هحفظ شويه كلمات، ولا العربي مثلا هسمع حته بلاغه واحل القطعايه ولا حاجه مش هتاخد مني وقت كبير. فايه ادمج الحاجه الثقيله مع الحاجه البسيطه شويه، والموضوع بيختلف. يعني في ناس مثلا العربي بالنسبه لها ده من اسهل المواد، ان هي اصلا كانت بتحبه او شايفه ان هو سهل او كده. ناس ثانيه لا، ده العربي ده عقدتها، فاكيد مش هتاخد اليوم في يوم عربي مع فيزياء. لكن في ناس لا، ممكن العربي مع الفيزياء لان العربي بالنسبه لها ماده لذيذه، في ناس الفيزياء بالنسبه لها ماده لذيذه. فانت ويعني مستواك او انت وايه العلاقه بينك وبين الماده. المهم ان اليوم يكون فيه ماده تقيله مع ماده او مادتين خفاف. يعني انا من الطبيعي او شايفه من الطبيعي ان انت في اليوم تمسك لك ماده او مادتين 3 بالكتير لو انت جامد وما كانش عندك مهام كتير في المواد الثانيه، فتقدر تضيف ماده معاها. طيب دلوقتي بمسك الماده بعمل ايه؟ بسمع الشرح بتاعها، اللي هو مثلا فيديو الشرح ممكن يكون يدخل له في ساعه، يدخل له في ساعه ونص. اسمع فيديو الشرح. ونصيحه مهمه جدا تتعود تعملها، ممكن تبان ان هي نصيحه جنونيه او ان انا كده بقول لك ضيع نفسك، ان انت تتعود تسمع الفيديوهات متسرعه. مش اللي هو من اول يوم انا هدخل النهارده اسمع فيديو شرح لفيزياء على 2. لا مش ده قصدي خالص، ولكن قصدي ان مثلا انا دلوقتي بسمع شرح لمثلا البلاغه، وانا مثلا كنت اخدت بلاغه قبل كده في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، اخدت مثلا التشبيه والتشبيه البليغ ومش عارف ايه. اسرع الفيديو مثلا الاول ابدا مثلا اخليه 1.25 1.25 اكس، بعدين 1.5 اكس، بعدين اقسم بالله هتوصل معاكم على اخر السنه او على نص السنه ان انتوا تقدروا عادي تسمعوا فيديو شرح جديد على 2 عادي جدا. الموضوع ده انا وصل معايا ان انا اقدر اعمله في كل المواد ما عدا بصراحه الفيزياء. ما كنتش بقدر ان انا اسمع فيها شرح متسرع، كان اخري اعمل فيديو 1.5. ده انا كده يعني بفجر يعني. لكن مواد تانية بقى، المواد اللي هي السرعه فيها مش هتفرق، انت كده كده مدرك الكلام اللي بيتقال وفاهم والدنيا لذيذه. حاجه زي العربي، حاجه زي الاحياء، حاجه زي الانجليش. وممكن برضو من وجهه نظري لان المواد دي كانت لذيذه معايا ومش محتاجه تعمق قوي، لكن الفيزياء بالنسبه لي لا، كنت محتاجه اركز قوي وفيها تعمق والكلام ده كله. فانت برضو مستواك وانت ونظامك، جرب وشوف الدنيا. لو لقيت الموضوع مش مناسب معاك لا ما تجبرش نفسك. ولكن انا بقول لو عندك القابليه ان انت تسمع شرح متسرع ده هيفرق معاك جدا، لان بقى مع ده كله على مدار السنه لما تيجي للمراجعات مثلا هتلاقي مدرسين منزلين شرح 8 ساعات و10 ساعات وحاجات كده، ارقام كده فلكيه. طب الارقام دي اصلا يا جماعه هل انت مطلوب منك تسمعها كلها؟ اول حاجه لا، انت مطلوب منك تسمع منها الحاجات اللي انت محتاجها بس. ده غير ان انت اصلا الشرح ده انت هتكون سامعه قبل كده، فلازم تكون متعود ان انت تسمعه متسرع عشان يوفر معاك وقت. زي ما قلنا لازم تجرب الموضوع الاول، لو لقيت نفسك ماشي معاه جرب امشي واحده واحده بالتدريج. لو لقيت نفسك لا مش مناسب، انا لازم الفيديو يكون معايا على البطيء وعلى الهادي، مش اي مشكله يعني، مش دي الحاجه اللي هتطلعك الاول على الجمهوريه، ولكن هي مهاره او ايه تريك كده لو عملتها هتوفر عليك شويه وقت. طيب بعد ما سمعت الشرح بتاعي بعمل ايه؟ بقرا، بمسك بقى المصدر اللي انا حددت ان انا هذاكر منه. وبرده نصيحه مهمه جدا يا جماعه، لازم تثبت مصدر مذاكره واحد. يعني دلوقتي هعتمد على كتاب كذا في الشرح، يبقى الكتاب ده انا اللي بذاكر منه طول السنه بس، هو ده بس. سواء بقى انا اشتريت الكتاب معايا الكتاب القديم صورته بذاكر PDF، بس بصراحه كمصدر مذاكره انا لا احب ان انا يكون في ايدي الكونتنت اللي انا بذاكر منه. ممكن احل كتاب PDF لكن كمذاكره احب امسك ورق في ايدي. فتجيبه وتكتب بقى وتعمل تشد خط بايدك على النقط المهمه. النوتس بقى لو عايز تزود نوتس في الجنب، ستيكي نوتس عندك بقى وتحط ملاحظات في الجنب او الكلام ده كله. يبقى كل ملاحظاتك واي حاجه اي معلومات انت بتذاكرها في مصدر واحد وفي صفحات واحده، فحتى ده الموضوع ده يساعدك في موضوع الذاكره البصريه. بعد ما ذاكرت اللي انا اخدته مذاكره سريعه جدا، انا دلوقتي مش بذاكر، انا بس يعني ببص على المعلومه تاني عشان تثبت في دماغي وبقرا بس كده، ممكن اقرا الدرس كده. امال المذاكره دي بقى هتكون امتى؟ هتكون في الايام التانيه اللي هي مثلا انا قلت حد وثلاث وخميس بسمع شرح،
وخلاص بعد ما قرات الدرس اخش على الماده اللي بعدها والماده اللي بعدها وكده ومشي حالي. ممكن برده في النص احل لي 4 5 اسئله اساسيين على الدرس برده تاكيد معلومه كده. تمام. باجي بقى في اليوم اللي بعده، يعني انا دلوقتي حد وثلاث وخميس شرح وبس، ايه حاجات بسيطه كده، بقرا الدرس، بحل 4 5 اسئله اساسيين، 10 اسئله بالكتير، وشكرا انقل على الماده اللي بعدها عشان اوفر وقت ان انا يبقى عندي ايام للشرح. وكون ان انا هفضي ايام معينه مش هسمع فيها شرح، ده هيوفر لي وقت كتير جدا ان انا بقى اذاكر بجد الحاجات المهمه، احفظها واحل احل احل. اللي بيخلي ناس ما عندهاش وقت انها تحل انها كل يوم عندها شرح جديد او كل يوم بتنزل دروس، فدي حاجه بجد مش لذيذه قوي. حتى لو انت بقى يعني دي مش ليكوا انتوا الناس اللي بتنزل دروس، نزول الدروس يا جماعه يكون في ايام معينه، وفي ايام انت صاحي، انت النهارده مش عندك سماع شرح، مش عندك دروس، عندك بس ان انت تهتم بالماده اللي قدامك تحل فيها وتذاكرها كويس. طيب الايام الثانيه اللي هي مثلا خلينا نقول سبت واثنين واربع، انا مثلا يوم الاحد خدت شرح درس كيمياء ودرس عربي مثلا ودرس احياء مثلا. تاني يوم بقى وقرات بقى المحتوى بتاعهم كده. ما تحاولش ان انت تكون اخدت الدرس وما قراتش المحتوى بتاعه، لان ممكن على تاني يوم لما تيجي تذاكره هتلاقي نفسك نسيت. لكن لو انت كنت قراته قبل كده فلا، هتلاقي الدنيا لذيذه معاك شويه. تاني يوم ببتدي بقى ان انا افتح الدرس ده تاني، اقراه تاني، وبعدين بقى اذاكر بجد بقى، اذاكر والحاجات اللي محتاجه حفظ احفظها وكده، وطرق المذاكره والكلام دي بقى يعني ممكن اصلا نتكلم عنها في فيديو لوحده يعني. وكل حد بيذاكر بالطريقه المناسبه ليه، فلو انت عندك طريقه ثابته اصلا ذاكر بيها، ما عندكش استنى الفيديو بتاع طرق المذاكره برده، هيكون يعني هيساعدك شويه. ولكن اصلا انت اصلا من ممارستك ومن مذاكرتك انت هتعرف ايه هي انسب طريقه ليك، وهتلاقي نفسك بتتبعها لوحدك. تمام. ذاكرت الدرس بتاعي كويس جدا، ابتدي بقى اجيب كتاب الحل واحل عليه الواجب بنفسي. تمام. من الطبيعي ان انت تكون بتحل كتاب واحد عادي جدا، انت كده مش ساقط يعني. حل كتاب واحد في الماده هو ده الطبيعي اصلا، طول عمرنا كنا بنحل كتاب واحد، عمر ما حد قال لنا حوار ان احنا نحل كتابين وثلاثه ده. طيب عايزه ازود يا ندى كتابين كويس جدا على مدار السنه في كل ماده، وكتابين تانيين هحلهم في المراجعات باذن الله، يبقى انا كده حليت 4 كتب في كل ماده على مدار السنه. كويس جدا جدا جدا، وده تقريبا اللي انا عملته في معظم المواد. في مواد زودت شويه عنها في الحاجات دي عشان هي فعلا كانت محتاجه مني كده، لكن الطبيعي والكويس واللي يضمن لك باذن ان انت يعني تطلع بمستوى كويس، وباذن الله ربنا يكرمك وتجيب مجموع بمجهودك، اللي انا قلت عليه ده كويس قوي. تمام. بحل على الدرس بتاعي من كتاب معين، بعد كده ببتدي اخش على الماده اللي بعدها اذاكرها واحل عليها، الماده اللي بعدها اذاكرها واحل عليها، حسب بقى المواد اللي انا اخدتها امبارح اذاكرها واحل عليها. تمام. طيب لو اتبقى معايا درس او وقت بقى من اليوم، او انا اصلا المفروض اكون بقى مخصص وقت تاني من اليوم، انا ما بحلش على اللي انا اخدته امبارح، انا بحل على اللي انا اخدته الاسبوع اللي فات اصلا في الكتاب التاني، اللي هو مثلا من 3 4 ايام انا كنت اصلا تاني يوم حليت في الكتاب الاولاني. طب انا دلوقتي حد عايز يزود وعايز يحل كتابين، بحل بقى يعني مثلا اخدت درس من 4 ايام اخدته يومها، وبعدين حليت عليه من كتاب تاني، وتالت يوم انا ابتديت بقى اخد دروس جديده وحاجات جديده، رابع يوم بقى اللي انا في نصه حليت وذاكرت الدروس اللي انا اخدتها اليوم ده، احل بقى من الكتاب التاني على الدروس اللي انا اخدتها اليوم ده. فاهمين قصدي؟ واليوم السابع بقى اللي احنا قلنا ان هو اهم يوم فيهم، اليوم ده لازم تاخدوا اجازه. انتوا فاهمين انا قلت ايه؟ لازم تاخدوا اجازه بجد. يوم الاجازه ده من اكتر الايام اللي هتشحنك وهتساعدك ان انت طاقتك ما تخلصش على مدار السنه. فانا على مدار السنه تقريبا يوم الجمعه ده بالنسبه لي كان اجازه، لحد يعني ممكن في ايام معينه او في اسابيع معينه اللي انا مضغوطه بقى، عندي امتحانات، عندي شوامل في نص السنه بقى، مراجعات نص السنه، او في المراجعات ممكن ننسى الفكره دي ان انا خلاص ممكن اذاكر فيه عادي. وحتى كمان انا ما كنتش بجبر نفسي ان انا اذاكر، انا كنت بذاكر عشان انا حابه اذاكر فيه عادي. لكن عادي حتى في المراجعات في ايام فيها انا خدت يوم الجمعه اجازه عادي جدا. فموضوع الاجازه ده من الحاجات المهمه جدا، واوعى تفكر ان انت كده بتضيع اليوم، لا، انت كده بتعيد شحن طاقتك عشان ترجع تاني الاسبوع الجديد تشتغل بنفس الكفاءه وبنفس القدره، وطاقتك عمرها ما تخلص على مدار السنه، ولا تحس ان انت مضغوط، ولا تحس ان انت طاقتك نفسك هيقل او طاقتك هتتقطع. لكن لو ما عملتش الموضوع ده ممكن على شهر، يعني احنا بادئين دلوقتي في شهر 8، ممكن على شهر 10 ولا 11 تلاقي نفسك تعبت وطاقتك خلصت وعايز تقعد اسبوع بقى ما تذاكرش. طب اسبوع ما تذاكرش هو حقك على فكره، لان انت وفرت اسبوع او اسابيع كتير كان يوم الجمعه بس اللي انت هتاخده فيها ده هو اللي هيخليك ما تحتاجش تاخد الاسبوع ده في نص السنه. ومع ذلك برضو في ايام على مدار السنه لازم تاخد فيها اجازات. في المدرسين اصلا ذات نفسهم بيدوا اجازات اسبوع او اسبوعين في نص السنه، في اجازات الاعياد، في اجازات في قبل رمضان، كل الكلام ده. ففي اجازات، والاجازات شيء طبيعي جدا بل ومطلوب والزامي في اوقات معينه، من ضمنها زي ما بقول لك يوم الجمعه ده. طالما احنا لسه في اول السنه، وطالما انت على مدار السنه مش مضغوط او مش ملزم ان انت ما تاخدوش اجازه، لكن في حين ان انت احتاجته ذاكر فيه عادي، مش حرام يعني.
في ناس بتقول لك خصصه للمراجعه، انا شايفه ان هي فكره كويسه جدا، بس مش كل اسبوع، يعني كل اسبوعين 3 كده اصلا، على ما المحتوى اللي انا اخدته اصلا على مدار الاسبوع يكون يعني يتحمل او يتطلب ان انا اراجعه. لكن مش هقعد طول الاسبوع، مثلا انا اخدت درسين في الاسبوع هقعد اراجعهم، يعني يا عم الموضوع مش مستاهل كل ده. لكن ان انا كل مثلا 3 اسابيع شهر مثلا ابتدي مثلا ان انا خلصت نص باب، ولا خلصت حتى باب في بيبان معينه، ابواب صغيره في المنهج. ما يغركوش على فكره يا جماعه ان احنا مناهجنا كبيره، يعني مثلا تلاقي الفيزياء مثلا 8 ابواب، لا هو انت اصلا الفيزياء هي الكهربيه الحديثه، يعني بتتاخد في وقت اقل بكتير، والابواب بتاعتها بسيطه، في ابواب بتشرح في حصه وحصتين وحاجه لذيذه خالص يعني. فما تحسش المنهج كبير، في حاجات بتحتاج مجهود وحاجات تانية سهله جدا. فما تقيسهاش بعدد الفصول او بعدد الدروس، قيسها بالكونتنت والمحتوى اللي جوه وسهولته او طريقه فهمه او طبيعه الاسئله اللي بتيجي عليه. فزي ما قلنا ممكن كل فتره كده لما تاخد كميه يعني محتوى محترمه، تبتدي كل يوم جمعه، كل فتره في يوم جمعه معين تعمل مراجعه كده لذيذه على المنهج ده. تذاكر بقى، سواء انت هتذاكر بنفسك تعيد مذاكره كده سريعه، تسمع لنفسك، وبعدين تحل بقى، تعمل لنفسك حتى انت شامل بنفسك. انت دلوقتي انت اللي بتدير وقتك وبتدير نفسك، كل فتره تعمل لنفسك شامل على المحتوى ده وتذاكر انت بنفسك، والدنيا تبقى لذيذه. حتى كمان في مدرسين بينزلوا الشوامل بتاعتهم على المنصات فور فري، فاهتم ان انت تكون عامل اكونتات على منصات المدرسين حتى لو مش هتشترك معاهم. يعني مستر محمد عبد المعبود ده اكتر حد متاكده يعني ان امتحاناته كان بينزلها فور فري. في حتى كمان مراجعات وحاجات كتير جدا المدرسين بيعملوها على مدار السنه فور فري، بس بتبقى على المنصات. فحاول انت تكون متابع الحاجات دي، لان هي ساعات بينزل عليها حاجات فور فري يعني تقدر انت تستفيد بيها، وجزاهم الله خير طبعا عليها. وده ينقلنا للنقطه الثانيه اللي انا عايزه اتكلم فيها، حوار الفور فري ده. ان في مدرسين كتير جدا كل فتره كده بينزلوا مثلا سواء بقى شوامل فور فري على المنصات بتاعتهم، سواء مراجعات فور فري. يعني مستر محمد صلاح مثلا مراجعات نص السنه بتاعته دي اللي هي مراجعات انقاذ عزوز والكلام ده بتبقى كلها فور فري، ولكن بتنزل على المنصه. فتاكد ان انت عامل لك من دلوقتي اكونت على منصات المدرسين دي، هيفيدك جدا ان انت تستفيد بالحاجات المجانيه اللي بينزلوها عليك. وحتى لو انت عندك المقدره ان انت بقى تشترك في الحاجات اللي هي بتكون المراجعات المدفوعه، زي مثلا الورش اللي المدرسين بيعملوها على اخر كل فصل، او مراجعات نص السنه لو انت برضه تقدر حابب تشترك فيها، في مدرسين بيعملوها بمبالغ وبتكون مبالغ بسيطه. يعني الورش مثلا ممكن يبقى سعر الورشه 50 جنيه 60 جنيه، وبتتعمل مثلا كل شهر مثلا لو الفصل صغير، او كل 3 4 شهور لو الفصل كبير يعني. فهي على كل فصل، فممكن مثلا على مدار السنه تاخد مثلا في الماده كل فصل ورشه، يعني بتاع حوالي 3 4 ورش، لا مش 3 4، حوالي 5 6 8 ورش بالكتير. كل ورشه مثلا بتاع 50 جنيه على مدار السنه، ممكن مش هتدفع مبلغ كبير باذن الله. والورش دي بيتعاد فيها شرح الكونتنت كله، وبيتحل فيها كتب معينه، وبيتعمل عليها شوامل وحاجات يعني كويسه جدا. فتقدر ان انت لو عندك المقدره ان انت تشترك فيها، او لو انت حتى هتحوش انت بنفسك مصروفها على ما تخلص الكونتنت وتبتدي تشترك فيها، مفيش مشكله برضه، وهي بتفضل موجوده ملهاش وقت محدد. يعني انت تشترك فيها، ممكن انت المستر اصلا مخلص الفصل من اسبوعين وبدا الورشه، طب انت لازم تبدا معاه في الورشه وانت لسه ما خلصتش، لا الورش بتفضل موجوده وينفع تشترك فيها على مدار السنه عادي. طيب النقطه اللي بعد كده وهي الالتزام والمراكمه، عايزين ننجز بقى خلاص، تقريبا دي اخر نقطه هنتكلم فيها. اول حاجه انت لازم يكون عندك احساس بالمسؤوليه. يعني ان انا دلوقتي شخص مسؤول عن نفسي، انا اللي بذاكر لنفسي، مستقبلي انا اللي هحدده بايدي بزياده، يعني زياده عن اي حد تاني. لو حد مثلا بينزل دروس او بياخد منصات وكده، هو في حاجه بتساعده شويه، اللي هو موضوع ان في حد بيكنترول عليه ان هو بينزل له المحتوى، في تيم دعم بيكلمه لو ما شافش الفيديوهات، الكلام ده كله. لكن الكلام ده مش موجود عندك، فانت المسؤول عن نفسك. ودي حاجه بجد هتعلمك كتير جدا ان انت تكون شخص مسؤول بقى. ده بعد كده مسؤول في دراستك لما تدخل جامعه، لان الجامعه الموضوع فيها مختلف تماما، انت المسؤول عن نفسك بشكل كامل. فكون ان انت متعود على ده من ثانويه اصلا هيديك يعني بلس كبيره جدا في الجامعه، في شغل، في اي شغل بعد كده انت شخص مسؤول وشخص يعتمد عليه، فهتديك حتى خبره وهتساعدك في حاجات كتير جدا. ولكن لازم يكون عندك احساس بالمسؤوليه. وبتهيألي لو انت شخص اصلا فكرت ان انت عايز تاخد السنه كلها يوتيوب وتعتمد على نفسك كده، فالاحساس ده موجود عندك اصلا. يعني حاجه لذيذه قوي، فكره جت في بالي وانا بكتب الفيديو، ان انت ليه ما تتابعش انت نفسك بنفسك؟ طب هعمل ده ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الكالندر، اللي هو التقويم يا جماعه، اللي موجود في الموبايلات بتاعتنا كلها، وموجود حتى لو انت معاك تابلت المدرسه. اللي هو تقدر ان انت بتبعت لنفسك، بتحدد ميعاد معين. مثلا انا عايز مثلا يوم، انا دلوقتي الاسبوع بتاعي بدا يوم الاحد، انا عايز يوم الجمعه يجي لي رساله
مكتوب فيها زي مثلا حد انا كده رساله مني لنفسي، اقول لنفسي مثلا ازيك يا ندى، عامله ايه، يا رب تكوني بخير، عايزه اطمن عليك بس ان انت خلصتي الكونتنت الفلاني، واكتب بقى الكونتنت اللي انا كان المفروض اخلصه على مدار السنه، على مدار الاسبوع ده، واشوف هل انا خلصت ولا ايه، او حتى اعملها في نهايه كل يوم ان انا بس بصحى الصبح بكتب في الكالندر ايه هي الحاجات اللي انا المفروض اخلصها النهارده، وابتدي ان انا يجي لي الرساله دي بالليل مثلا في ميعاد معين اخر اليوم، واشوف هل انا خلصت الكلام ده ولا لا، وابقى انا اللي راقبه على نفسي وانا اللي بتابع نفسي، بس بطريقه يعني اوتوماتيكيه شويه، ان انا لو في يوم كسلت او كده الاقي لا جاي لي رساله من نفسي بتقول لي لا انا متابعك وانا شايفك وانا عارف انت بتعملي ايه. فهي سهله جدا، بتدخل على التقويم او الكالندر اللي موجود على الموبايل بتاعك، وبتست الوقت المحدد اللي انت عايز المسج تجيلك فيه، وبتجيلك عادي جدا. رابع حاجه وهي اهم حاجه هي التو دو ليست اللي لازم تكون عاملها من قبلها بيوم. يعني انا مثلا ما اصحاش الصبح اقول كده صباح الخير نكتب التو دو ليست بتاعتنا، لا الاحسن ان انت من قبلها بيوم اصلا، قبل ما تنام كده وانت قاعد على سريرك ورقه صغيره كده تكتب فيها الحاجات اللي انت هتعملها بكره. ده بجد حاجه منظمه جدا، هتخليك صاحي متاهب وعارف انت صاحي تعمل ايه، مش هتضيع بقى اول نص ساعه ولا ساعه في يومك لسه بتفكر انت هتعمل ايه. واخيرا وبس ده انتهى الفيديو. الحمد لله، يا رب يا رب كل معلومه انا قلتها دي ربنا ينفع بيها ويجعلها يا رب يتقبلها مني بحاجه انا عاملاها لوجه الله يعني، وكل الكونتنت اللي انا بنزله ده باذن الله يكون حاجه لوجه الله ليا، وتكون يعني حاجه باذن الله بتفيدكم وربنا يحتسبها ليا باذن الله اجر عنده. فبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو في اي بوينت انا ما اتكلمتش فيها او اي حاجه حابين تستفسروا عنها بشكل احسن، طبعا انتوا عارفين المكان المميز بتاعكم الكومنتس، وباذن الله هرد عليكم بالمعلومه المعلومه الكامله اللي تفيدكم. فبس كده، بس والله العظيم انا فخوره ومبسوطه. الفيديو دلوقتي داخل معايا في تقريبا ساعه و25 دقيقه تسجيل، ان شاء الله هحاول اقصره على قد ما اقدر في المونتاج، ومش عارفه هنزله على جزء واحد ولا جزئين. انا حابه انزله جزء واحد يكون كده مرجع كده، بس ادعوا لي بقى الاقي يعني مصدر واي فاي انزل منه الكميه دي. وبس كده، بحبكم واشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.